خوتي شنو كانت غدير فينا هايتي. طبعا مبروك للمنتخب الوطني المغربي الفوز ديالو، وشكرا للناس اللي سهروا معنا وكانوا كيعاونونا نخسروا، عطيناكم واحد الجرعه ديال السعاده مختصره ولكن صدمناكم في النهايه. هذا الموضوع بوحدو. المنتخب الوطني المغربي ديالنا كونوا على يقين الاخوان، الا بقى بهذا اللعب اللي درنا ضد مباراه هايتي فنجمعوا بوالزنا ونجيو بحالنا. شكرا للسي وهبي، غير هو الله يجازيك بخير، ما تبقاش تبدع بزاف وخلي لنا التشكيله ديالنا كيف ما كانت. وكنظن كل المغاربه اليوم متفقين على ان ابراهيم دياز ماشي هو ابراهيم دياز. ابراهيم دياز اللي ولا كيتلف له كره كيفاش يلعبها، سمح لنا سير تقولوا لي لا راه كيعطينا اسيست وكذا، ولا يعطيني اسيست ويمرضني سيمانه بلاش، فمشكله والله العظيم هي مشكله. انا بالنسبه لي كنظن انه ولا خطر على التشكيله، ماشي ولا غادي يعاوننا ولا غادي يخرج علينا. فصراحه هذا اللعب هذا الا درناه مستقبلا في الادوار الجايه ما كنظنش غادي نمشيو بعيد. باش نكونوا واضحين، لا داعي للزواق والنفاق. اي المنتخب ديالنا غلب وحنا فرحانين، ولكن ما غاديش نخرجوا نخيطوا ونخرجوا نزغرتوا حيت غلبنا هايتي. هايتي راه ما مركاتش 52 عام، مركات علينا حنا. ماشي شغلنا حنا، ما كنهضروش على هاد الارقام هذه، كيهمنا المنتخب ديالنا والصحه ديال المنتخب ديالنا النفسيه والذهنيه والعقليه والبدنيه وداكشي كله كيهمنا، حاجه اخرى ما كتهمناش. لهذا كنقول المنتخب الوطني المغربي برافو عليكم، درتو بون ماتش، وان كان يعني بعض الاخطاء وارده في كره القدم، غير هو ان شاء الله بغينا هاد الامور هذه ما تتعادش في المقابله الجايه، ونتمنوا خير ان شاء الله، سواء كانت هولندا ولا اليابان ولا باكستان. فما كيهمناش هذا الشيء هذا بقدر ما كيهمنا ان المنتخب الوطني المغربي يكون ان شاء الله قد المسؤوليه ويقول الكلمه ديالو ان شاء الله في الادوار القادمه بحول الله، بالتوفيق لاسود الاطلس وبالتوفيق ان شاء الله المنتخب الوطني المغربي. انا درت فيديو مطول في يوتيوب اللي بغى يدخل يشوفه، طبعا سفيان بوعنان نفس الاسم، وامسيه سعيده.